في بداية الفيديو حابب أقولك إن الفيديو ده مبني على تجارب شخصية وتجارب ناس كتير جدا. ركز كويس جدا لأن حرفيا كل كلمة مهمة. متنساش تدعمنا وتدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تشرفنا بوجودك معانا. ويلا بينا على طول ندخل في موضوع الحلقة. لو جينا بصينا كده على المقارنة بين بنك وايز وبنك بايونير، فلو جينا اتكلمنا عن أول حاجة وهي رسوم فتح الحساب، فرسوم فتح حساب بنك ترانسفير وايز هي مجانية، وطبعا لازم باسبور. موضوع البطاقة المترجمة مش دايما بيتقبل ولازم من مراكز ترجمة معتمدة، وإن شاء الله هبقى أعمل لكم فيديو مخصوص عن البطاقات المترجمة، لأن معظم المواقع الأجنبية طبعا مش بتقبل الوثائق العربية زي بطاقة الرقم القومي، وبالتالي هتحتاج إن أنت تترجمها ولازم ختم المكتب يكون عليها وتاريخ الترجمة وإمضة المكتب. ونفس الموضوع برضو في بايونير، عشان كده الباسبور بيحل الموضوع ده. طبعا أنا شرحت لكم طريقة إنشاء بنك وايز، هتلاقوه في حرف الأي فوق. بالنسبة لشحن الحساب عشان تفعل، فوايز بيحتاج شحن ب$20، واللي شاف فيديو وايز هيفهم الكلام ده. يعني انت لازم تشحن بنك وايز ب$20، هيفضلوا في حسابك وبتوعك وتقدر تسحبهم. اما بالنسبه لبنك بايونير فانت بمجرد الموافقه عليك في خلال يومين 3 انت مش هتحتاج اصلا تشحن بنك بايونير عشان تفعل الحساب. بنك وايز مش محتاج تربطه بحساب بنكي عشان تفعل الحساب، اما بنك بايونير محتاج ان انت تربطه بحساب بنكي وقت انشاء الحساب عشان تقدر تفعل حسابك في بنك بايونير. بالنسبه بقى للبطاقه او الفيزا اللي بيطلعها الحساب، فوايز البطاقه بتاعته مش مدعومه في الدول العربيه، ومحدش يحاول يستخدم VPN او برامج تغيير الاي بيهات عشان يحصل على البطاقه، لان عاجلا ام اجلا وايز هيكتشف وهيقفل له حسابه. اما بنك بايونير فتقدر تحصل على البطاقه بمجرد ما انت تطلب البطاقه. اما تكمل في حسابك معاملات ب$100 تقدر تطلب البطاقه، هي سعرها $30 وهتوصلك لحد باب بيتك. وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. وعلى فكره هي بتدعم اغلب الدول العربيه في شحن البطاقه. بالنسبه بقى لرسوم البطاقه سنويا، فوايز مفيش اي رسوم للبطاقه سنويا، اما بايونير فبيخصم منك $30. يعني لو معاك البطاقه كل سنه في نفس الشهر اللي هو بتاع تاريخ اصدار البطاقه هتلاقي فيه $30 مقتطعين من حسابك. طب لو مفيش فلوس في حسابي اعمل ايه؟ بيتم تسجيل المعامله، واول فلوس بتدخل لك بيتم اقتطاعها منها. وده ينقلنا للنقطه اللي بعدها وهي الضريبه في حاله خمول الحساب اكتر من 12 شهر. لو تفتكروا قبل كده هنا على القناه كنت عملت لكم فيديو ان لو انت مش هتستعمل بنك بايونير ما تفتحوش. ليه؟ لان بنك بايونير لو ما عملتش اي معامله، يعني ما وصلكش فلوس من اي موقع في خلال اخر 12 شهر او من اي شخص، هيتم خصم منك $30. ففي واحد دلوقتي هيسالني ويقول لي يعني هو هيخصمه من حساب البنكي اللي مربوط بيه؟ لا، مش هيخصمه من اول فلوس هتدخل. طب في حاله ان انت ما عملتش معاملات في اخر 24 شهر يعني سنتين هيتم خصم $60. خد بالك من الموضوع ده، عشان لو انت سايب الحساب بتاعك مفتوح وما فيهوش استخدام وجالك فلوس لازم تبقى عامل حسابك ان كل سنه انت ما اشتغلتهاش هيتخصم منك قصادها $30. اما بنك وايز ما فيهوش المشاكل. بالنسبه بقى لامكانيه شحن الحساب، فبنك وايز ليه طرق كتير جدا للشحن، من اول بطاقات الخصم المباشر، بطاقات مسبقه الدفع، والتحويلات البنكيه. وانا كنت شاحن حسابي في وايز بفيزا يلا قبل كده. طبعا في الفتره الاخيره نتيجه سوء استخدام هنا وايز في مصر عشان بقى مشكله العمله والكلام ده، وايز قفل الدنيا على البطاقات المصريه. لكن لو معاك بطاقه عالميه هتشتغل معاك زي الفل على وايز، ما فيهاش اي مشاكل. بالنسبه لبايونير فما بيدعمش الشحن الحساب بالبطاقات الخصم المباشر، عشان دايما بيجيلي السؤال ده ان انا ممكن اشحن حسابي في بايونير ببطاقه. لا، ما ينفعش. يا اما يوصلك من موقع ربحي، يعني شغال مثلا على حاجه زي الريد بابل او شغال على امازون، يوصلك فلوس كده كانه اتشحن حسابك، او عن طريق حد تاني يحول لك الفلوس عن طريق بايونير عن طريق الايميل. وده هينقلنا للنقطه اللي بعدها، هل في رسوم للتحويل من حساب وايز لحساب وايز او من بايونير لبايونير؟ مفيش ولا جنيه هيتخصم منك. بالنسبه بقى لربط وتفعيل الباي بال، ربط وتفعيل الباي بال سهل جدا مع وايز، وبرده شرحت لكم قبل كده على القناه، هتلاقوني سايبه لكم في وصف الفيديو. اول ما تفعل حسابك وتحصل على الحساب الامريكي اللي هو هيبقى ايفولف بانك، تقدر تفعل بيه باي بال بمنتهى السهوله، الموضوع مش هياخد منك يومين 3. بالنسبه لبايونير هو صعب شويه، لان انت لما بتيجي تفتح حساب في بايونير غالبا بيديك حساب من نوع بانك اوف امريكا. لازم عشان تفعل باي بال ببايونير لازم يبقى معاك حساب من نوع كوميونتي فيدرال سيفنجز بانك، وكنت شرحت لكم قبل كده ازاي تطلبه وازاي برضو تربط الحساب ده بباي بال. لكن الموضوع في وايز اسهل بكتير، لان في الفتره الاخيره بايونير بقى يقفل الحسابات اللي لسه سحبه من الباي بال عليها، لانه مش بيثق في مصدر الاموال اللي في الباي بال. خد بالك من كل كلمه انا بقولها في الفيديو ده لانها فعلا هتاثر فيك
وعن تجارب شخصيه وتجارب ناس مختلفه. بالنسبه بقى لرسوم التحويل بين الحسابات فزي ما قلت لكم مجانا في وايز ومجانا في بايونير. بالنسبه للسحب من وايز فالرسوم بسيطه جدا في وايز، يمكن افضل من رسوم البنك نفسها، بدايه من نص دولار لو هتسحب مثلا على حساب بنكي بنفس العمله من وايز. يعني مثلا لو انت عندك حساب يورو على وايز وهتسحب على حساب يورو فهيتم خصم منك حاجه تقريبا حوالي 39 سنت لنص دولار. الموضوع بسيط جدا. اما بالنسبه لبايونير فرسوم المعاملات حوالي 2%. طبعا لو انت بتعمل معاملات كبيره وايز هيبقى افضل لك بكتير، لان كده الرسوم بتاعت بايونير هتبقى عاليه جدا عنه. بالنسبه بقى للنقطه اللي بعدها دعم سحب الدولار، وايز مش بيدعم السحب الدولار هنا في مصر. يعني لو انت عندك حساب دولاري وجيت اخترت ان انت تضيف حساب تسحب منه دولار في مصر مش هيدعم السحب عليه، لازم تعمله عملة يورو وتسحبه كأنه يورو لكن هو حساب دولاري، والموضوع فيه لفة وفيه برضه خصومات. عشان كده وايز مش بيدعم غير السحب المباشر على حساب يورو هنا في مصر، او طبعا السحب بالجنيه المصري. لكن بايونير بيدعم السحب على حساب الدولاري هنا في مصر، وكنت شرحت لكم قبل كده الموضوع ده في حلقه الرسوم بتاعه بايونير، هتلاقوني برضو سايبها لكم في وصف الفيديو. بالنسبه لرسوم استقبال التحويلات من داخل وخارج امريكا، انتوا عارفين طبعا ان وايز وبايونير الاثنين بنوك امريكيه. هل وايز بيدعم التحويل من خارج امريكا او من داخل؟ طبعا بيدعم. هو كان من 3-4 شهور ما كانش بيدعم التحويل من خارج امريكا، لكن حاليا بقى يدعم، وطبعا ده كان عيب فيه لكن هم زودوها، فبالتالي كده هو تغلب على بايونير في الحته دي. والرسوم بتاعته استقبال العملات حوالي من 4 دولار و14 سنت ل 7.5 دولار، وكمان لو هتحول من بيبال على وايز هيبقى مجانا. اما بالنسبه لبايونير فرسوم الاستقبال هي 1%. خد بالك لو مبلغ كبير هيبقى رقم كبير، عشان كده استعمل وايز في حاله المبالغ الكبيره. وحتى البيبال بيخصم منه 1%، على الرغم ان البيبال في التحويل البنوك الامريكيه مجانا، لكن بايونير بيقتطع رسوم لنفسه وهي رسوم استقبال العملات. صراحه كده وايز بيتغلب في اغلب النقط على بايونير لحد دلوقتي. بالنسبه لوايز في السرعه فهو سريع جدا في التحويلات، يعني ممكن التحويل ياخد معاك من يوم ليومين. طبعا لو انت لسه بادي في وايز والموضوع لسه جديد عليك فممكن وايز بيبقى بيتاكد من شويه بيانات عليك، فعشان كده ممكن يتاخر، لكن بعد كده الموضوع هتلاقيه سريع جدا معاك. اما بايونير سواء بقى انت جديد او قديم فبياخد وقت. خدوا بالكم عند الاجانب الاجازات ايام السبت والحد، عشان كده لو بتعمل معامله مثلا على يوم السبت فانت ممكن تنتظر للثلاث او الاربع، اما لو بتعمل معامله في يوم اتنين ممكن تلاقيها يوم الثلاث بالليل او الاربع الصبح سمعت معاك. بالنسبه لامكانيه فتح حساب شخصي او تجاري فممكن في وايز وممكن في بايونير. في نقطه انا عايز اقولها لكم مهمه جدا، حاول تبعد عن مواقع الكريبتو خالص في التعامل مع البنكين دول، لان في الفتره الاخيره بقت في تحويلات مشبوهه بتحصل على المواقع دي، وبالتالي البنوك دي بقت تحط اللي بيتعامل بمواقع الكريبتو تحته خط احمر كده، ممكن في اي وقت يسالك عن مصدر الدخل. وخاصه وايز في الفتره الاخيره ناس كتير بتحول على وايز ويسالوهم عن مصادر الدخل. اما بايونير فبيقفل الحساب على طول قدر الله. اما حد بيتقفل له حساب في ترانسفير وايز ممكن في خلال 90 يوم لو راسل الدعم الفني يرجعوا له فلوسه على حساب اللي كان مربوط بيه. اما بايونير لو اتقفل لك الحساب فنادرا اما هم بيرجعوا الفلوس، عشان كده حاولوا تلتزموا بالشروط والاحكام، وانا شرحت لكم قبل كده الشروط واحكام ترانسفير وايز، هتلاقوني سايبها لكم برده في وصف الفيديو. خدوا بالكم البنكين دول ممتازين جدا، لكن لو تعديت اي حاجه من الشروط والاحكام ما بيسموش عليك وبيقفلوا لك الحساب على طول. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.